مثل الاعلام. ممتاز ممتاز. اذا انت كنت بالعراق، شنو قراءاتك، شنو معرفتك عن حزب البعث والجرائم بالعراق؟ هم عملوا جرائم كثير في الشمال، قتلوا الاكراد. صحيح. في الجنوب ايضا. في الجنوب. يعني تقول دمروا العراق كاملة يعني هل ممكن الان كأنت مواطن عربي تسمح لهذا الحزب ان يعود الى العملية السياسية؟ طبيعيا لا. ممكن ناخذ الاسم؟ موسى عمر محمد. من اي دولة؟ دولة اريتريا. اهلا وسهلا. شكرا لمشاعرك. ولما هذه المظاهرة بهذا الجو الممطر والبارد؟ والله نستنكر بها التدخلات الخارجية من كل الجهات، الدول الجوار او سواء ولايات المتحدة بالعراق. ما شفنا بها اي نوع من الحرية والا الاستهتار بالسلطة والتهاون بالارواح البشرية. واجانا هالمجموعة هذه القليلة اعتقد نقدر نكفي ونعوض عن اخواننا اللي شوية تباطؤوا عن المجيء او لاسباب خاصة او على اي حال. حرب المتحدة الامريكية وكل من يناصر او يريد ينقذ انفاس الاخيرة للبعثيين. احنا كعراقيين مرينا بفترة دموية خلال 4 اعتقد don't like to see Shia ruling Iraq. That's the bottom line. Yeah. So they push the US because they do the Shia to have any Sunni in power instead of Shia. That's why they are still in chaos. مو جميل جدا انه نشوف الاعداد القليله جدا، وهذا انا اسميه حقيقه خذلان. يعني انا اتوقع نفذ 250 نفر على اقل تقدير، حجم جاليه ما شاء الله بالالاف. لكن شو تسوي، على كل هسه القليل احسن من لا شيء. واتمنى انه بالمرات القادمه شويه. فقدت اعز اهلي والدي من هذا الحزب البائد بالعراق اللي يتمكنون الان للرجوع للحكم والتسلط على السلطه وترجع المذابح والقتل والجرائم للعراق. فهذا احنا ما راضين به. اذا انت تستنكر هذا القرار للمحكمه التمييزيه؟ احنا نستنكر هذا بكل شده وبكل ما عندنا من قوه. طبعا هذا القرار ما متحد ويا اخواننا بالعراق. احنا مهما يكون هنا بامريكا بس مشاعرنا وفكرنا كله عايش ويا عروقنا العراق. نلتقي مع احد المتظاهرين الاخ ابو صادق الشبلاوي. السلام عليكم اخي ابو صادق. ابو صادق، سبق وان ذكرنا بهذا الجو الممطر وهذا الجو البارد في ولاية واشنطن سياتل، وانتم تخرجون للتظاهر، ماذا تريدون ان توصلوا من رسالة؟ الرسالة التي نريد ان نوصلها الى الحكومة الامريكية هي عدم التدخل بشأن السياسي العراقي وترك العملية السياسية بيد العراقيين، هم الذين يقررون مصيرهم ومصير هذا البلد. لا حل. The Iraqi community in the state of Washington strongly rejects the interference of neighboring countries of Iraq to restore the followers of Saddam's regime to power again. We also reject all pressures and pernicious practices exercised by sectarians from Arab rulers in order to reinstate the followers of the tyrant Saddam Hussein to the scene of political life. Forgetting the crimes and massacres committed and still committing by those Nazis against the Iraqi people. We also hope from the U.S. administration not to interfere in the internal affairs of Iraq by its ambassador in Baghdad, especially as the U.S. ambassador to Iraq exercising enormous pressure on the Iraqi government for Saddam's Nazis to power and involvement in the upcoming electoral process in order to satisfy the oil states neighboring Iraq. The Iraqi people, seen Saddam as criminals and murderers, cannot be allowed to participate in the new government, but should be tried as war criminals. There is no place for Saddam Hussein's followers in Iraq.
That's true. But don't forget that Maliki is a Shia, and all the neighboring countries are Sunni. Don't accept Iran. Iran doesn't have a country. Iran is very important. Iran is a very important country. And a very لا صدامية لا عانية لا مطلقة ولا بعثية لا صدامي لا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي لا عانية لا مطلقها لا بعثية لا صدامي ولا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي لا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي ولا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي ولا عانية ولا مطلقها ولا بعثية لا صدامي ولا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي لا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي ولا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي لا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي ولا عانية لا مطلقها ولا بعثية لا صدامي ولا عانية ولا مطلقها ولا بعثية لا صدامي ولا عانية لا صدامي ولا عانية ولا مطلقها ولا بعثية شد حيلك يا